ولد عمي ازيك يا مصطفى؟ عامل ايه يا ابو عمو؟ ما الخبريه قاعد ليه هنا لوحده؟ والله مخنوق وشايل هم ومعايا مشاكل ولسه جاي من الجيش، قلت اشم شويه هوا زرعت عمي. تشم شويه هوا؟ طب روح يا مصطفى بتشم شويه هوا، روح. انت بتكلمني ليه كده يا واد عمي؟ كلمك ولا كلمكش، روح روح يا واد عمي، روح بدل ما نخلي الدم للركب هنا، تروح. تمام يا واد عمي، انا مش هرد عليك لاجل ابوك راجل كبير وانا بصون العيش والملح، وانت عشان واد عمي مش هرد عليك بالغلط. يا عمي ازيك يا مصطفى؟ اخبار صحتك؟ عامل ايه يا حبيبي؟ تمام الحمد لله تمام. انا جيت اسال عليك عشان سمعت ان انت تعبان والله. والله الجو برد زي ما انت شايف والناس كلها تعبانه. الف سلام عليك يا الله حبيبي. يسلمك يا حبيبي. ايه اخبار عبده والولد؟ الحمد لله تمام. كلهم تمام؟ الحمد لله. انا جيت اشكي لك يا عمي. من مين يا ولدي؟ الله ابو رحيم، وانا كنت قاعد في الزرعيات مشاني قال لي انت مالكش قعاد هنا وما تشمش هوا هنا. كيف الكلام ده؟ ولد عبده يقول كده؟ والله ده انت ولد عمه، وزي ما هو ارضه انت كمان ارضك دي. طب زي بعض يا ولد، حقك علي انا وانا هشوف الموضوع. انا جاي اسال عليك يا عم، جيش اشكي لك، بس انا قعدت اقول يعني ما ينفعش ارد على واد عمي، قلت ايه اشكي لك كده بس بالله عليك ما تبين عشان ما يزعلش مني. ما تقولوش. حاضر يا ولدي، انت محترم يا مصطفى والله. الله يبارك لك يا عم. محترم ورباية ابوك والله يا ولدي. زعق لي والله وما رضيت ارد عليه لاجلك يا عم. زي بعض، حقك علي انا، حقك علي انا حبيبي. حصل خير يا عم، انا جيت اسال عليك والله. تسلم لك العافيه حبيبي. تمام يا عمي. الحمد لله. انت مش محتاج اي حاجه بالله عليك. الله يخليك يا ولد. والله انا مسافر القاهره النهارده شغال، والله جيت من الجيش وراح اشوف لي شغلانه. روح يا ولد، ربنا يستر طريقك ان شاء الله. الله يبارك لك، بالله عليك ما محتاج حاجه من بحري. الله يخليك يا ولد. الله يبارك لك يا عم، سلم لي على مرات عمي بالله عليك. يوصل. محتاج اي حاجه؟ الله يخليك يا حبيبي. سلام يا عمي. سلام يا حبيبي. ولد عبده انا يعمل في واد عمه كتير ليه يا ابوي بس؟ ازيك يا ابوي؟ اهلا يا عبده يا ولدي. على مهلك يا ابوي، ازيك عامل ايه؟ الحمد لله تمام. خدت العلاج النهارده وتمام؟ الحمد لله تمام. رحت شوطني في الزرعيات. رحت شوطت عليهم مسكين وتمام من شهر 14، بس في حاجه عايز اقولها لك. ايه هي؟ لقيت مصطفى واد عمي قاعد في الزراعات، هو كل ما يجي من الجيش يجي يقعد في الزراعات. طب وفيها يا ولدي؟ واد عمك وهيشم هوا في الزرع بتاعنا. خفت الدنيا كلها معايا يا ابوي، جاي في زراعاتنا شم هوا. يا ولدي في هيا، ما تجمحش يا ولدي العداوه ما بيني ما بين اخويا، الله يوسع عليك، الله يرضيك يا ولدي. اسمع الكلمتين اللي هقول لك عليهم. جدك الكبير زمان حط ما بيننا المحبه مع الناس، واحنا محبوبين مع الناس كلها في البلد. هتيجي انت يا ولد على اخر الزمن هتجمع العداوه ما بيني ما بين اخوي. ما قلناش حاجه يا ابوي، بس مش من حقه يقعد في زراعاتنا يا ابوي. علي صوتك كمان علي اكتر. تصدق يا عبد ولد ان انا ما عرفتش اربيك واصل. بتضربني يا ابوي؟ تضربني عشان خاطر عيل زي دي؟ واضربك بالمركوب لو تجمع العداوه ما بيني ما بين اخوي. ماشي يا ابوي، تشكر يا ابوي. روح من قدامي يا اخي، روح. ايه يا جبان؟ رحت شكيت لابوي؟ حوار خلص يا ولد عمي، وانت مشيتني من حته الارض بتاعتكم وانا مشيت. هقتلك يا مصطفى. اقتلني يا ولد عمي وبرضه مش هكلمك علشان مكبر عمي. ايه خفت ولا ايه؟ ايوه خفت انه يقولوا ضرب ولد عمه الصغير. طب ما تيجي نشوف الراجل من العيل. هضربك ومحدش هيقف قدامي علشان سحبتها من لسانك اللي عايز قطعه وقلت انزل راجل لراجل.